اولا القصه الاولى دي بنت نشأت في بيئه خلتها تعتقد ان الخلاف ده كراهيه، الخلاف ده عداوه، فكل ما يحصل خلاف ما بينها وما بين اي حد يدخل معاها علاقه خلاص الدنيا قامت ما قعدتش. هي بتشوف ان ده يعني انذار كده بيقول ان العلاقه دي انتهت، العلاقه دي ما بقتش تنفع، ما ينفعش يبقى في خلاف. هي مش فاهمه يعني ايه خلاف، هي ما عندهاش مفهوم انه طبيعي يبقى في خلاف في العلاقه، فبالتالي بتبقى هجوميه جدا، وبالتالي بتبقى جواها مشاعر كده مكبوته ان اول ما الشخص ده يختلف معايا يبقى هو ما بيحبنيش او هو بينفصل عني، فللاسف ما بتكملش في العلاقات بتاعتها. اما القصه الثانيه بتاعت الزوجه اللي دايما بتشتكي انه دايما الخلاف ما بينها وما بين زوجها بيوديها في حته وحشه خالص، دي للاسف بتخاف تعبر عن مشاعرها، لان للاسف جوزها دايما بيتفه من مشاعرها وبيشوفها حاجه مش تمام وما بيحتويهاش، فهي خلاص بقت شايفه ان الخلاف ما بيجيبش لاي نتيجه خالص. وغير كده كمان يعني بيبعدهم عن بعض، نتيجته ان هو بيبعدهم عن بعض وبيحسوا ان علاقتهم دي برضو انتهت بس من غير ما يتكلموا، فمكملين ولكن هم للاسف علاقتهم بدات في الانهيار. اما بقى القصه الثالثه فدي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان للاسف تكرار الخلاف السابق في علاقات سابقه ده ممكن يخلي الشخص متأهب في العلاقه اللي بعد كده، فالشخص ده للاسف اتكرر معاه النمط ده او الطريقه بتاعه الخلاف السابق في علاقات سابقه، فخلاه خلاص عنده ردود دفاعيه على طول. فاول ما حصل خلاف ما بينه وبين البنت اللي كان بيقول ان هي ما فيهاش غلطه خالص، بس قال لك انا اتقفلت، هو لا بيواجه ولا بيحاول يتكلم ولا بيحاول اصلا يحل، وحتى الاعتذار بتاعها ما قبلوش. ليه؟ لان هو باني على الهيستوري بتاعه ده، طبعا كارثه سودة. هو بنفسه بعضمه لسانه قال البنت ما فيهاش غلطه، طب ايه المشكله؟ انا اتقفلت، طب ما توجهتش ليه؟ انا مش عايز اي خلاف. فللاسف هو بيبقى عنده في خياله ان هو عايز يعيش علاقه خياليه، لكن العلاقه الواقعيه اللي فيها حلو ووحش وفيها نقاش وفيها ان احنا نواجه وفيها ان احنا نختلف وهكذا، هي مش جايه معاه سكه خالص، يقول لك لا انا اتقفلت، فبالتالي بينسحب وبيحرم نفسه من علاقه كانت ممكن تبقى سويه جدا، مقابل ده ان هو لا انا مش عايز اواجه. عشان كده هو لما قرر يرد على الخلاف اللي حصل ده رد بالصمت العقاب، وحتى ما حصلش اي نقاش غير لما البنت هي اللي سعت علشان تتكلم وتعتذر، وللاسف هو ما قبلش اعتذار.